إيه اللي حصل لكليوباترا الملكة التي اختفت من التاريخ. كليوباترا الملكة التي سحرت العالم بجمالها وذكائها، بس فجأة اختفت. قبرها فين؟ موتها إزاي؟ النهاردة هنحاول نكتشف اللغز ده معاكم حتى سريعة. تكلم عن آخر أيامها النظريات عن موتها وليه لحد الوقت محدش عارف مكان قبره. مين كليوباترا؟ مقدمة تاريخية سريعة. قول باختصار: كليوباترا السابعة آخر ملكة بطليمية في مصر، حكمت من 51 قبل الميلاد، وكانت ذكية جدا بتتكلم 9 لغات، واستخدمت سحرها السياسي مع يوليوس قيصر ومارك أنطوني. ضيف لقطة بصرية لو بتعرف تعمل رسوم متحركة بسيطة أو تستخدم صور تاريخية. 2. آخر أيامها المعركة والنهاية. أحكي عن معركة أكتيوم 31 قدم. كليوباترا ومارك أنطوني خاضوا معركة ضد أوكتافيان بس خسرت، وده كان بداية النهاية. ضيف تفاصيل درامية: لما أوكتافيان قرب من الإسكندرية، مارك أنطوني انتحر، وكليوباترا حبست نفسها في ضريحها. 3. موتها الحقيقة ولا أسطورة. تكلم عن الرواية الشهيرة، يقول إنها ماتت بلدغة أفعى أسبيس، بس فيه نظريات تانية تقول إنها شربت سم أو حتى أن أوكتافيان قتلها. قول المؤرخين لحد الوقت مش متفقين، لأن مفيش دليل قاطع، والرواية دي ممكن تكون دعاية رومانية. 4. لغز القبر المفقود. قول كليوباترا طلبت تدفن جنب مارك أنطوني، بس لحد النهاردة محدش لقي القبر. فيه فريق مصري بيدور في طابة الجميل قرب الإسكندرية، لكن مفيش حاجة مؤكدة. ضيف لمحة عن الاكتشافات: فيه معابد وجدوها قريبا، بس القبر نفسه لسهل غز. 5. النهاية ليه مهتمين بها لخص كليوباترا مش بس ملكة، دي رمز للقوة والغموض. موتها وقبرها لسه بيحير العالم بعد 2000 سنة. اسأل الجمهور، انتوا تفتكروا ايه اللي حصلها؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات.